اهلا بيكم، انا رضوى رضوان ويلا بينا. كده كده عقلك بيفكر، كده كده انت طول اليوم عندك مساحة معينة من التفكير والافكار اللي عقلك لازم يستغلها ويملاها. هيملاها ازاي وفين وليه وبايه؟ دي حاجة بتاعتك انت بقى. يا هتسيبه لنفسه، يا هتسيب نفسك لنفسها وتتسحل مع نفسك وتفكر في اي حاجة ملهاش لازمة، يا اما هتقيد نفسك بحاجات معينة لازم تعملها ولازم تفكر فيها وتشغل نفسك بما ينفعك مش بما يضرك. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وده من أكتر المقولات الجميلة السهلة اللي تفهمك فعلا عقلك ونفسك عايزين ايه. عايزين باطل، والباطل مش لازم يكون الباطل الظاهر، مش لازم يكون الحاجة الكبيرة من الكبائر الكبيرة اللي ما فيش حاجة يعني ممكن حد يتخيلها. لا، الباطل ممكن تكون حاجات بسيطة جدا، وحاجات ما تاخدش بالك من التوابع اللي هي بتحطها في حياتك الا بعد فوات الاوان، وما تكونش حاجة اصلا لو حد شافك بيعملها يقول عليها غلط، ولكن هي باطل وهي هتخليك تلاقي حياتك بتتسحب منك وانت اصلا مش واخد بالك. السؤال هو مش هفكر ولا مش هفكر، السؤال انا هفكر في ايه. عقلك كده كده عايز يفكر وكده كده محتاج يفكر، لان هي 100%. اعتبر عقلك ده عامل زي البطارية، 100%. انت هتحط فيه ايه وهتعمل فيه ايه. البطارية دي هتخلص بأي شكل كان، ولكن هتفكر في ايه بقى؟ هتفكر في حد قالك ايه، ولا حد بعتلك ايه، ولا حد ما بعتش ايه، ولا الحاجة اللي انت كان نفسك تعملها وما عملتهاش فتفضل قاعد متضايق عليها، ولا الحاجة اللي حد قالها عليك فانت متضايق على الكلام ده، ولا هو ليه حد في سنة مش عارفة ايه قال عليك كلمة ايه. ولا هتفكر في انت فعلا عايز تعمل ايه، وانت ايه السكيل الجديدة اللي انت محتاج تعلمها عشان تعرف تشتغل شغلانة كويسة، وايه الحاجة اللي انت محتاج تبص عليها فعلا وتقضيها، ايه المصلحة اللي انت محتاج تخلصها وتعملها. ولا هتلاقي نفسك عمال تفكر في حاجات صغيرة ومش مهمة. حط نفسك في انك تسيب نفسك، واحنا داخلين على الاجازه كمان بتاعت اخر السنه، فبالتالي دي فرصه حلوه للتجربه دي. جرب حط نفسك ما تعملش اي حاجه، قلب نومك واقعد على الموبايل وما تفكرش وما تركزش وما تعملش وما تحطش في دماغك انك تنمي نفسك باي شكل كان. يا عم كبر دماغك وشوف عقلك هيتشغل بايه. هيتشغل بمين قال عليك ايه، وايه اللي حصل، والجروب ده قال على الجروب ده ايه، وطنط مش عارفه مين قالت ايه، وهو ليه حد بصلي كده، وهو ليه حد عمل لي كده. ويا سلام لو حد دخل جديد حياتك، قد ايه هيبقى ده هو الاول والاخير وكل حاجه في حياتك. وهتلاقي حياتك كلها عباره عن شيء واحد، وهتلاقي الكلمه بتبقى قد كده، ومن الحبة قبة، والنظرة بقت حاجة كبيرة، والرسالة اللي ما جاتش حاجة كبيرة، والكلمة اللي ضايقتك حاجة كبيرة، والكام ساعة اللي انت قضيتها على الموبايل وحاسس انك ما عملتش حاجة بعديها فاتضايقت انك حاسس انك ما بتعملش حاجة وانك مالكش لازمة، بقت حاجة كبيرة. وفجأة هتلاقي حياتك كلها عبارة عن حاجة قد كده بتكبر بقت حاجة قد كده. ليه؟ لأن عقلك فاضي. اعتبر عقلك عامل زي البالونة، لو مفيش حاجات كتيرة في البالونة، الكلمة هتقعد تكبر 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 لغاية ما تملى البالونة، والرسالة هتقعد تكبر 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 لغاية ما تملى البالونة، والتصرف اللي قد كده هيقعد يكبر 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 لغاية ما يملى البالونة. ليه؟ لأن البالونة محتاجة تتملي. ليه؟ لأن الكوباية محتاجة يبقى فيها مية كتير، ما ينفعش يبقى ميتها قليلة، لأن هو كده كده عقلك موجود، وكده كده احنا بنفكر في اليوم أكتر من يمكن 6 7 10 آلاف فكرة، وعلى حسب عدد غير منطقي من الافكار اللي بيجيلك في الثانيه. فبالتالي هل انت فاكر ان انت لو ما مليتش عقلك بحاجه هو مش هيتملي بحاجه؟ هل انت فاكر ان هو انا عايزه افسي دماغي، يعني هي هتبص هتقتلك، مش هتفسي خالص. هي هتقتلك بس. هي هتقعد تتفكر وتوفر ثينك وتمسك لك في الهايفه وتتصدر، وتبقى حاسس ان انت يعني مشغول باكتر حاجه تافهه في الحياه. من الحاجه اللي خدت بالي منها جدا الفتره اللي فاتت، انا كنت الفتره اللي فاتت عماله اقول انا بركز في الدراسه وعشان كده انا مبطله حاجات كتير ومش عارفه ايه وبتاع، ولكن انا خدت بالي ان دي كانت زي حجه. انا ليه مبطله؟ علشان انا عايزه اقعد واركز على حاجه معينه واقعد اكبر من حاجه قد كده كبيره جدا واعملها اكبر حاجه في دنيتي، واقعد اركز وحصل ايه وعمل ايه وحصل. والحقيقي هو ان ده مش هيسيبك في حاجه غير ان انت هتكون انسان فارغ،
لما بيقولوا على انسان فارغ ما بيكونش علشان الفراغ شيء مش منطقي. الفراغ هو اكتر حاجة منطقية. وجودك في الحياة بدون اي شيء هو فراغ، ولكن هو لازم تملاه. لانك لو فضلت فارغ صدقني الفراغ ده هيخليك اكتر بني ادم سطحي في الدنيا، وماسك في حاجة قد كده وشايفها حاجة قد كده. لما بتكون مالي حياتك بحاجات مهمة، بشغل، بحاجات مهمة، بان انت عايز تتمرن حاجة جديدة، تشتغل على حاجة جديدة، تعمل حاجة جديدة، هتلاقي ان لو حصل مشكلة صغيرة في يومك هي مشكلة. لو حصل شديت مع حد شدة صغيرة هي خلاص مشكلة قصاد مشكلة، مشكلة ايكوال مشكلة، مشكلة يساوي مشكلة، كلمة تساوي كلمة، نظرة تساوي نظرة، حاجة صغيرة حصلت تساوي حاجة صغيرة حصلت. لكن لما تبقى فاضي هتلاقي ان الكلمة او الخناقة الصغيرة اللي حصلت او الكلمة اللي ما كانتش احسن حاجة ولا الرسالة اللي ما جاتش ولا مش عارفة ايه، هتبقى يومك كله هتبقى قاعد ايه اللي بيحصل؟ طب ايه ده؟ طب ليه؟ طب انا عملت ايه؟ طب هو في ايه؟ طب هو عايز ايه؟ طب انا متضايق؟ طب هو متضايق؟ طب انا ليه حصل كده؟ طب احنا طب لا انا ما عملتش. وتلاقي دماغك عمالة تلف في 100,000 حاجة، وعمال تحلل وتدقق وتكتر وتعمل. ليه؟ لان مفيش حاجة تانية عندك. لكن على الصعيد الاخر لو يومك تمام، وانا مش بقولك ان يومك ده محتاج يكون بتبني فيه عالمك كله في يوم واحد، ولكن لو يومك عبارة عن ان انت هتصحى من النوم، عندك شغلك اللي محتاج يخلص، عندك الحاجة اللي انت بتحبها بتعملها، هتنزل تتمشى شوية عشان اخلص الخطوات اللي عندي، طيب انا هنزل اعمل حاجة اقضي المصلحة اللي عندي، طب هروح اقعد مع حد بحبه شوية عشان اكون حاسس اني مبسوط شوية، طب انا عندي التمرين اللي لازم اتمرنه، طب انا هروح اصلي عشان يبقى عندي علاقة مع ربنا، طيب انا عندي حاجة عايزة اعملها، طب انا هرتب اللي مش عارفة ايه اللي مش هأجله علشان ما اقعدش سايبه قد كده. هتلاقي ان لو في كل ده حاجة وحشة صغيرة حصلت هي ايكوال حاجة وحشة صغيرة حصلت. لكن لو في كل ده مش موجود اصلا هتلاقي ان الحاجة الوحشة هي عبارة عن التايتل بتاع اليوم. الحاجة الصغيرة اللي حصلت هي عنوان يومك. الفاضي قاضي، ودي حاجة انا لسه عاملاها دلوقتي يعني دي مثلا انا معرفش هو موجود ولا لا، بس لسه عاملاها دلوقتي. بس خليك فاضي هتبقى قاضي، خليك فاضي هتبقى قاعد عمال تحلل وتدقق في اتفه الاشياء اللي حواليك ومش مركز في اي حاجة تانية. اديكم مثال بسيط، لما بتلاقوا حد مثلا تقاعد من الشغل او كده وابتدى يقعد في البيت وابتدى بقى يخنق كل اللي قاعدين في البيت وعمال بقى يدقق في هو ليه الترابة دي موجودة على الحيطة. ليه؟ لان هو كان عنده حياته وكان عنده شغله وكان مشغول بشغله ومش عارفه ايه، ودلوقتي الفراغ ده بقى فارغ، المكان ده بقى فارغ وما بقاش فيه حاجه وهو مش عارف يملاه بايه. فبالتالي بقى عمال قاضي عمال يحكم على كل حاجه، وانت ليه بتعمل كده؟ وانت ليه بتعمل كده؟ هو ليه بيعمل كده؟ انت ليه بتكلمني كده؟ انت ليه بتقول كده؟ هو ده اللي بيحصل كده. فبالتالي نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ونفسك مش محتاجه اصلا يعني تشجيع للباطل، هي نفسها في الباطل. يعني هي نفسها تقعد ما تعملش اي حاجه، بلا تحقيق احلام بلا نيله بلا احنا هنوجع دماغنا ولا ايه. انا نفسي اقعد ما اعملش اي حاجه، اقعد اقلب على الموبايل، اكل زي ما انا عايز، ما افكرش، ما اوجعش دماغي، ما اعملش اي حاجه. واقول لك على حاجه، لو ما فيش دين وما فيش قانون وما فيش مجتمع فانا هعمل اكتر حاجه نفسي اعملها في حياتي كلها وكبر دماغك. لان نفسك هي عايزه الباطل، هي عايزه تريح دماغها، وطالما انا عايش وباكل وبشرب زي الفل. من اكتر الدعوات اللي بحب دايما ادعي بيها في كل صلاه هي يا رب ما تسيبنيش لنفسي طرفة عين، طرفة عين، عارف لو دي تغميضة، ما تسيبنيش اغمض لوحدي، ما تسيبنيش اغمض وانت مش معايا، عشان لو غمضت وانت مش معايا انا هتلخبط، وعشان ما تسيبنيش لنفسي دقيقة، عشان لو اتسبت لنفسي ما اضمنهاش ما اضمنش هي عايزة تعمل ايه الباطل بقى اللي هي هتروح له، الله اعلم. ومن احلى يعني الحاجات اللي في المثل ده، او من اكتر الحاجات اللي يعني ممكن تبقى فاهمها بشكلين، هي ان الباطل لو قلت لك ما هو الباطل هتقول لي هي الفعل الكبير، الحاجة المحرمة الكبيرة، الغلط، الحاجة القانونيا حرام جدا ودينيا حرام جدا ومجتمعيا باينة جدا انها غلط وما ينفعش تتعمل. وبرغم ان الكبائر والحاجات دي هي طبعا من اكبر الحاجات، وطبعا هي دي يعني المثل ذات نفسه، ولكن في باطل تاني احنا بنجهله وما بناخدش بالنا منه.
الباطل اللي كلنا متعودين عليه وكلنا بنتعامل معاه على انه يعني الحياة اليومية عادي، ان انا اضيع يومي في اي حاجة ملهاش لازمة، ان انا اقعد اقلب وانا مش واخد بالي انا بعمل ايه، ان انا اكل من غير ما احسب ومن غير ما اخد بالي من جسمي ومن شكلي، ان انا منميش اي مهارات تنفعني لما اجي اشتغل، ولا احسن من نفسي، ولا احاول ادور على حاجة ليها لازمة، ولا ان انا اقرا حاجة مفيدة، ولا ان أنا اعمل حاجة. ده باطل، ده باطل وغير واضح، وعامل زي السم في العسل، لان هو مش باين ومش واضح، ومفيش حد اصلا لو شافك بتعمله هيقولك حاجة، عادي، هو ده الطبيعي وهو ده المتوقع وهو ده اللي الناس بتعمله، فهو مش مشكلة. ولكنه من اكتر الحاجات اللي بتبان، لان الحاجات التانية الكبيرة الواضحة اللي يا لهوي كلنا بنخاف منها هي باينة واضحة وكلنا بنخاف منها، وانت لو عملتها انت حر، ولكن هي باينة وغالبا تبعياتها واضحة وصريحة وبتيجي على طول. لكن الحاجات التانية دي هي بتاخد سنين وايام، ويا تاخد بالك يا ما تاخدش، ومفيش حد هيجي في التاني في الاخر حتى يلومك او تبقى حاسس يعني خوف اجتماعي من اللي انت عملته. يمكن يكون نتائجها ممكن تسبب لك مشاكل اجتماعيه، او انك تحس ان انت منبوذ، او انك ما عملتش حاجه في حياتك والكلام ده كله، ولكن مفيش حد هيجي يبص يقول لك شايف الفاسق اللي بيقعد على الموبايل 7 ساعات في اليوم. مفيش حد هيعمل كده، لان دي بقت حاجه عاديه جدا وحاجه طبيعيه جدا، مع انها حاجه بتسرق حياتك جدا، ومع انها حاجه بتشغل دماغك جدا، ولكنها فاضيه في الاول وفي الاخر. فضي نفسك، هتلاقي نفسك بتفكر في أتفه حاجة، وهتلاقي ان ممكن شخص يكون بقى حياتك، وهتلاقي ان ممكن كلمة بقت يومك وبقت شهر كامل من حياتك بتفكر فيها، وهتلاقي ان الحاجة الصغيرة قوي اللي انت عملتها وما نجحتش فيها هي بقت رسم حياتك، وهو ده اللي انت بتعمله. يا لهوي على الفشل اللي انا فيه. املى حياتك بحاجات مهمة كتير، هتلاقي ان يومك بقى عبارة عن اجزاء، فبالتالي لو في جزء منه واقع، في عندنا 4 5 اجزاء تانيين بنملاهم عادي جدا. وده مش معناه ان يومك ده محتاج يكون جبار، ولكن هو بس محتاج يكون مليان بحاجات مفيدة بتفيدك حتى لو كانت صغيرة. نفسك عايزة ادفع حاجة في الدنيا او اكتر حاجة مش كويسة ليك، صدقني، ودي حاجة من اكتر الحاجات الوحشة ان الواحد يعترف بيها. ان يعني انا مش عايزة اعمل حاجة عدلة. انا عايزة اقعد ما اعملش اي حاجة، بس الفراغ ما بيولدش حاجة كويسة غير التفكير الزايد، والخوف من المستقبل، والتحليل كل تفصيلة صغيرة، وتكبير المشاكل، وانك تحس انك دايما في حاجات على قلبك انت مش عارف تفسرها، لانك دايما مركز في حاجات صغيرة قوي وبتكبرها، وبتخلي عقلك دايما مسحول ويعني مليان بحاجات هي اصغر بكتير من ما تبدو، ولكن انت مكبرها ومتقلها على نفسك قوي. حاولوا دايما تاخدوا بالكم من انتوا بتفكروا في ايه، وبتفكروا في مين وعشان ايه. وهقولكوا على حاجة، من اكتر الحاجات اللي ممكن تفيدكوا هي انك ما تفكرش في اي حاجة خارجة عن ايدك، هي دي اولوياتك. يعني اي حاجة خارجة عن ايدك، اي تصرف من شخص، اي حاجة من الدنيا اللي حوالينا خارجة عن ايدك، مش دي مسؤوليتك، ومش دي الحاجة اللي المفروض تملى دماغك. مش المفروض اللي يملى دماغك هي المشاكل الاقتصادية اللي انت مالكش اي دعوة بيها وما تقدرش تحلها، بس انت قاعد 24 ساعة عمال تحلل وتشوف البتاع. مفيش مانع انك طبعا تبقى عندك وعي بالحاجة اللي بتحصل حواليك، بس انك تفكر في ده بس وما تفكرش في حاجة تانية، هي حاجة خارجة عن ايدك. انك تفكر في تصرفات شخص تاني هو بيعمل ايه وعشان ايه وبتاع ايه، دي حاجة خارجة عن ايدك، في الاول وفي الاخر مش هتعرف تتحكم فيها. اللي فعلا مهم واللي فعلا المفروض تشغل نفسك بيه هو انت بتعمل ايه، انت بتفكر في ايه، انت ممكن تحسن من نفسك في ايه، انت ممكن تتواصل ازاي، انت ممكن تتكلم ازاي، انت ممكن تحل ازاي، انت ممكن تشتغل على ايه، انت ممكن تبني ايه، انت ممكن توصل لايه. لكن غير كده فهي حاجات خارجة عن ايدك، ما تقدرش تتحكم فيها وما تقدرش توصل بيها لأي حاجة. بس كده، اتمنى تكونوا اتبسطتوا في الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي رايكم في الكومنتس، قولوا اي حاجه عايزين تقولوها وخلونا نتكلم شويه. بس كده، باي باي.